إيه يا جماعة رحتوا فين؟ بقيتوا مختفيين، مش بتكتبوا كومنتات ولا تقولوا لي سلِّم إيديك، ولا حد قال لي مبروك عشان الصفحة وصلت 700.000 متابع، فينكم؟ وحشتوني أوي. هاتوا لتر من اللبن وهاخليكم تعملوا أحلى جبنة كريمي في البيت. معاكم أبانوب ويالّا بقى بينا نخترع شوية. نزلت عند اللبان اللي تحت بيتنا، قُلت له: "باقول لك إيه، أنا عايز لتر لبن حلو وجميل." قال لي: "يا باشا أحلى لتر لبن ليك لوحدك." فادّاني اللتر اللبن في كيس بلاستيك زي ما أنتم شايفين. خدت بقى اللبن بتاعنا، قطعت الكيس وحطيت اللبن جوه الحلة ورفعته على النار وبدأت أسيبه يغلي كويس أوي. وأول ما بدأ يغلي كويس أوي يا جماعة، هانزل بإيه؟ بإضافة هتحوله عندي لجبنة، 3 معالق من الخل. طب لو أنا مش عايز أحط خل هحط ليمونة. تمام، ليمونة كاملة أشيل البذر بتاعها وأحطها، أو ممكن ليمونة ونص كمان. بعد كده هاقلّب بقى كل الكلام ده، وهابدأ ألاقي بقى إن الجبنة بدأت تفصل يا جماعة عن شرش اللبن. يعني اللبن بدأ يفصل، يعمل لي كده يتجبّن، وبدأ إيه، الشرش إيه، يظهر لوحده. هاكمّل تقليب لحد ما كل الخليط بتاعنا إيه، يعمل جبنة. عايز أقول لكم نفس الطريقة ممكن أعمل منها جبنة، اللي هي القريش، ممكن أعمل جبنة موتزاريلا منها. لو عايزين طريقة أي حاجة من الجبن دي اكتبوا لي في الكومنتات وأنا إيه، هانزّلها لكم. بس النهارده أنا مهتم إن أنا أعمل لكم الجبنة الكريمي عشان طلبتوها منّي كتير. بعد كده بابدأ بقى أصفّي حتت بقى الجبن اللي اتكوّنت دي من الشِرش بتاع اللبن يا جماعة، وهابدأ كده أصفّي كل الكمية. بُصّوا أنا ماشي معاكم خطوة بخطوة علشان إيه، ما تتوهوش منّي. بس عايز أسألكم سؤال علشان أشوفكم مركّزين معايا والّا لأ. أنا علشان الجبنة تتكوّن حطّيت كام معلقة خَل؟ يعني كيلو اللبن خَد كام معلقة خَل؟ يالّا عايز أشوفكم مركّزين معايا والّا لأ. صفّيت بقى كل الجبنة بتاعتي، بُصّوا عملت الكمية دي، يعني بتاع حوالي نُص كيلو. وطبعًا ده الشِرش بتاع اللبن ممكن أعجن بيه بيتزا، ممكن أدخّله في أي صوصات. بعد كده بقى على الجبنة دي حطّيت كده رشّة بسيطة من الملح، حطّيت معلقة زبدة سايحة. طيب لو ما فيش زبدة، في ناس تقول لي ممكن نحُط سمنة، ممكن نحُط سمنة، بس يُفضّل الزبدة طبعًا. بدأت أضربه بالهاند بلندر، بس طبعًا الهاند بلندر كان هيبدأ كده إيه، يعني يبوّظ لنا الدنيا كلّها. وطبعًا علشان ما حدّش يسمّعنا كلمتين، أنا إيه، نقلتهم فين، في الدُرَق بتاع الهاند بلندر. تمام، يعني برضه إيه، نخلّي بالنا. بعد كده هانزل بقى بالهاند بلندر الجميل بتاعنا، وابدأ يا باشا اضرب بقى كل الكلام ده لحد ما الجبنة الكريمي تتكوّن. وكل ما تضرب أكتر كل ما هتاخد نتيجة أحسن وأحسن وأحسن. تمام، أديني قُلت لكم باسهّل لكم المواضيع. علشان بقى الجبنة بتاعتي تاخد لمعة بسيطة، هابدأ كده أحط إيه، معلقة صغيرة من الزيت، يكون زيت نباتي وما لوش أي ريحة. طيب أحفظها فين؟ عندي برطمان، ده برطمان نضيف جدًا. حطيته بقى غسلته كويس جدًا، وبدأت أمسح أي مَيّة فيه، وأنزل بالجبنة بتاعتي. وبعد كده بقى أدخّلها التلاجة شوية، أطلّعها. لو عايزة تقطّعي عليها بسطرمة نقطّع عليها جبنة رومي زي ما أنتم عاوزين. عملت الجبنة الكريمي، لو عجبكم الفيديو اعملوا له share.